بسم الله الرحمن الرحيم. احضر هنا وتعالى معايا. والله اقسم بالله بحبك وبحب كل واحد مسلم محترم، وبكل واحد كل انسان محترم. مش شرط يكون وظيفته او عمله او ماله او اي شيء. عايز تنجح في الحياة وعايز تنجح في دنيتك وفي اخرتك، هدلك على حاجة. اول حاجة دلنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي الأب والأم. نجاحك بيبدأ من الأب والأم في الدنيا وفي الدين. والله ما رأيت إنسان ناجح في حياته في الدنيا وفي دينه إلا ببره لأبيه وأمه. والبر ده يا جماعة مش كلام، البر ده ما هوش كلام، ولا هو إنك أنت عايز يعني ترسم دور البر وترسم دور. اللي بيزعلني أكتر إن الإنسان أول ما بيكبر ويجمد، أول ما بيتفرعن على أبوه. هي وامه هي النقطة الضعيفة عندهم. وسبحان الله، حتى لو كان ظالمين لك، لو هم ظالمين لك انت تتقي الله فيهم. حتى لو عصوا الله عز وجل فيك، انت بتتقي الله فيهما. النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على ان احسن الناس صحبة امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. وقال من حد النظر الى ابيه، انك بس توقف عينك كده لابوك دي فقد عقه، يبقى انت كده ايه، ما برتهوش. والبر ده مش عشان خاطر مال، ولا عشان خاطر محل، ولا عشان خاطر حته ارض، ولا عشان خاطر حته فيزا، ولا عشان خاطر مبلغ هيديهولك، ولا عشان خاطر يبقى قدام الناس كلها انت حلو، ولا عايز تتسلق ان انت تبقى احسن خواتك لا، ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. ربنا عارف انت ممكن تزعل ابوك مره، لكن بترجع تزعل تاني وتقول يا ريتني يا ريتني انا غلطان، انا وانا. ان تكونوا صالحين ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.